ماذا حدث لطفل يدعى ياسين في مدرسة الكرمة الخاصة؟ هو موضوع حساس جدا، تعالوا كده نشوف معانا الحكاية. حماية الأطفال من الاعتداء مسؤوليتنا جميعا. الأطفال هم النواة الحقيقية لمستقبل المجتمعات، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي واجب إنساني وأخلاقي على الأسرة والمجتمع والدولة. تبدأ الوقاية من المنزل، حيث يجب على الوالدين تربية أطفالهم على الثقة بالنفس وتعليمهم الحدود الجسدية، وأن من حقهم رفض أي تصرف غير مريح أو غير مفهوم حتى إذا صدر من مصدر مقرب. من المهم فتح باب الحوار معهم دائما والاستماع لهم دون تخويف أو تأنيب، وتوعيتهم بطريقة مبسطة حول أجسادهم وخصوصيتهم. تلعب المدرسة دورا أساسيا في حماية الأطفال من خلال تدريب المعلمين على اكتشاف علامات الاعتداء وتقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة تحترم حقوق الطفل وتحميه من أي استغلال. كما يجب مراقبة من يعلمون في المؤسسات التعليمية أو من لهم صلة مباشرة بالأطفال والتحقق من خلفياتهم. وفي المقابل تقع على الدولة مسؤولية تطبيق قوانين رادعة لكل من يعتدي على الأطفال، مع إنشاء آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة السريعة، وتوفير مراكز متخصصة لحماية الأطفال ودعمهم نفسيا واجتماعيا. التزامنا بحماية الأطفال ليس فقط مسؤولية قانونية، بل هو التزام أخلاقي وإنساني ينبع من إيماننا بأن كل طفل يستحق أن يعيش بأمان وكرامة، وأن يحلم بمستقبل مشرق دون خوف. الأطفال هم قلوبنا الصغيرة وأرواحنا النقية، وهم الأمل الذي نبنيه للمستقبل. ولكن هناك من يسرق هذا الأمان في لحظة قاسية ينهار فيها عالم الطفل وينتزع منه الشعور بالثقة والأمان. ابدأ من بيتك، علم طفلك أنه له خصوصية، أنه يقدر يقول لا لأي تصرف مؤذي حتى لو كان من شخص مقرب. المدرسة، المجتمع، الدولة، كلنا شركاء بقوانين صارمة ودعم نفسي وبيئة آمنة. الطفل الذي نحميه اليوم هو الإنسان السليم غدا. كل طفل من حقه أن يعيش طفولته دون خوف، أن يشعر بالأمان، أن يكون صوته مسموعا، وأن يجد من يحميه إذا احتاج. رسالتنا واضحة: لا صمت بعد اليوم، لا تهاون في حق أي طفل. لنكن صوتا لكل طفل لا يستطيع أن يتكلم، ودرعا لكل من لم يجد الحماية. طفولتهم أمانة في رقبتنا كلنا. أطفالنا أمانة بين إيدينا، فهم في مراحل عمرية لا يملكون الوعي الكامل لحماية أنفسهم من المخاطر الجسدية أو النفسية أو الرقمية. تقع على عاتق الأسرة مسؤولية كبرى في توفير بيئة آمنة صحية ومحبة. الاستمتاع والحوار، دائما نستمتع كده لأطفالنا ونسمعهم. ابدأ بالحديث مع طفلك وكن ملاذه الأول عند الخوف أو الاستفسار. عندما يشعر الطفل بالأمان العاطفي يكون أكثر قدرة على التعبير عما يعجزه. التوعية بالخصوصية، علم طفلك أهمية جسده وحدوده مع الآخرين في التعامل معه. اجعل الحديث عن الحماية الشخصية جزءا طبيعيا من التربية، لا موضوعا محرجا. لا تستخدم العنف الجسدي أو اللفظي وسيلة للتربية. الطفل الذي يتعرض للعنف في بيته يكون أكثر عرضة للعنف خارجه. في حال حدود وخاطر أو شك أو تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإساءة، لا تتردد في اللجوء إلى الجهات المختصة. الوقاية تبدأ بالإدراك والمبادرة. فلنمنح أطفالنا طفولة آمنة، لأنهم أساس المستقبل وراحتهم تبدأ من بيتهم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.